هدوء هدوء هدوء. السلام عليكم اصدقائي، شلونكم؟ شلون الصحة وياكم؟ جوك رجعت وياكم فيديو جديد على اليوتيوب. هذا ثاني فيديو لي وانا اطلع فيه بشكلي. بهذا الفيديو حاب اقول لكم رمضان كريم عليكم ان شاء الله، وينعاد عليكم بالصحة والامان والعافية. رمضان مبارك عليكم على الكل. طبعا شكلي شويه متغير، اوكي ماكم علاقه، غلسوا. المهم تسريحه شعري قصته عريضه 4 امتار طالعه لفوق، غلسوا. المهم بهذا الفيديو انه اني قررت انه اسوي هذا الفيديو حتى شويه يصير بيناتنا تواصل اكثر، تمام؟ اقدم لكم الاتنشن الزايد، فهمتوا؟ اتنشن يعني الاهتمام غير. طالما طالما انت قول السؤال تاني. المهم اخوكم مو كلش قوي بالانجليزي. فالمهم حبيت اسوي هذا الفيديو حتى شويه نسولف بيه ونحكي. هذا اول يوم برمضان لي، وانا اليوم صايم وخلصت الصيام وفطرت. فقبل لا ابدا اسولف واحكي واتفلسف وهاي الامور واشوف تعليقاتكم ونسولف ونضحك وهذا، خلي اكل الاندومي مالتي لانه الاندومي مالتي برد، فخلي اكله. ثواني اجيبه واجي. وهذا جبنا الاندومي، طبعا بعد شويه حار، انا احب اكله وهو بارد شويه. طبعا فد معلومه بسيطه قبل لا اكل الاندومي ونبدا نسولف وكذا. الاندومي مالتي احبه انا بنكهه الدجاج، تمام؟ والطريقه اللي اسوي بيها الاندومي مالتي طريقه فظيعه جدا. بعد ما اكل واخلص حقول لكم شلون تسوون هاي الطريقه، او ما اعتقد تحتاجوها، كتبوا لي بالتعليقات، تقدرون كتبوا لي يعني بالتعليقات يعني شلون اسوي لكم الاندومي مالتي على طريقتي الخياليه. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. بس خليني اقول بسم الله وابدي اكل واخلص، بعدها اسولف وياكم. بسم الله. عاش يا خرا شنو هذا؟ هاي مرة من المرات نزلت ستوري على الانستغرام مالتي وانا بدي اكل اندومي. صورت اندومي هالشكل، وبعدين صورت الشاشة مالتي اللي انا دا اشوف فيها مسلسل. كنت بقدر اشوف مسلسل كوري، فاشوف الردود مال الستوري مالتي كلها جوك انت كيدرامي، جوك انت كيدرامي، طلعت جوك انت كيدرامي. شنو كيدرامي؟ قلت اكيد هذول يغلطون علي، فطبيت رديت عليهم يا معادين شو كنت تغلطون علي؟ انا سويت ترى بس مجرد ستوري يعني شنو هذا؟ قالوا لا جوك كيدرامي هي بس طلع مجال ادري كيدرامي شنو يعني؟ فهمني. فطلع كيدرامي انه يعني كيدراما او دراما وهيك شيء. والله انتوا عجيبين. اي درامي يعني انت تاكل اندومي وتباوع هاي السوالف، يعني انت كيدرامي. والله طلعت انه انا كيدرامي بس ما ادري بروحي. خلينا نسولف شويه بقى. وانا بالعاده اكل 4 اندومي. اي والله 4 اكل، مو اكلها كلها يعني الاربعه، يعني انا اشوف نفسي اكل 3 من هاي الاربعه او 2 ونص، باقي اعطيه لاخوتي. فهالمره اكلت او جبت بس 2 لانه انا صايم، تمام؟ ما فطرت هواي، لان تدرون ما يصير واحد يفطر هوايه وهو صايم، بطل تصير اذيه بعدين. فاكلت شويه ورجعت، فاشتهيت اندومي، قلت ما اريد اكل اي شيء، لكن لو في صبحه اريد اكل اندومي اليوم. يعني اعطيت وعد لنفسي. شفت مشاهدات مال هذا الفيديو اللي راح اللي نزلته عن نفسي، شفت مشاهدات عاليه جيده، نقول جيده يعني، اوكي. اللايكات تعبانه، انصدمت هنا. قعدت افكر ليش، يعني ليش مشاهدات زينه بس اللايكات تعبانه؟ ليش تطلعون تسكتون؟ لماذا انتم كالجواسيس؟ ليش؟ اعط لايك بدربك، يعني اعط لايك وتعليق حلو. فقلت اسوي تحدي لنفسي وقدامكم، اذا هذا الفيديو وصل 10000 لايك، 10000 لايك خلال اسبوع راح اكل 10 اندومي. ذكي انت ذكي وذواق. انا اتحدى نفسي اكل 10 اندومي قدامكم، ولا 10 اندومي شيء صعب يعني، مستحيل احد ياكل 10 اندومي. راح اكل قدامكم، اسويه وقدامكم اكله 10 اندومي. اذا وصلتوا هذا الفيديو 10000 لايك. حار. طبعا انا احط بهارات البهارات مالت الحاره، واحب نكهه الدجاج. ذكرت هذا الشيء ولا ما ادري، بس طيب والله. واحب هيك يكون مثل العجينه. اكو ناس يسوونه خشب عبالك، يعني بعده يابس، بس المهم يتفتفت وياكلوه.
شنو هذا؟ غير اندومي هذا. هيك لازم يصنعوا هيك. على طريقة الكوريين. خيال خيال. هبل خيال يموت. هذا واحد يقول جوك الاندومي مضر للصحة. أنا أستاذ يعني عندي طلاب أدرسهم وأقول لهم الاندومي مفيد. أكل أنا أستاذ بقول لكم أكلوا اندومي. انت وين لقيت هاي الكلاوات؟ زين هاي كلاواتك وين لقيتها؟ خلصنا؟ ما خلصنا زاد بنعده. سطيل أخوي الصغير خليه يودي الماعون أو الصحن شو يسموه طبقة وغسل واشرب ماي واجي لان هذا حار كلش. تمام خليكم هنا. رجعنا خلي نبلش الشغل ونجيب الايباد وندي نسولف وياكم ونشوف تعليقاتكم اللي معلقيه على ذاك الفيديو اللي نزلته واللي طلبت من عندكم انه تشوفون او تطرحون عليه فكره انه شو راح اسوي بالايام الجايه. يعني شو من الفيديوهات اسوي الكل يدري يعني شنو اقصد. اني اللي كان موجود بذاك الفيديو راح يدري انا شو بدي اقصد. خلينا نقرا التعليقات مالتكم هسه ونشوف يعني رد فعل على التعليقات مالتكم. فخلينا نبدي هسه باول تعليق ونقراه ونقول بسم الله. عندنا اول تعليق يقول احسك ارتاحيت للمتابعين طلعت شخصيتك الافطيه. افطيه؟ ابويا حشاش ها ابوي. اضحك محمد اضحك اضحك عبد الله اضحك يلعن اضحك. واحد شوي شاق وياكم يضحك. شنو افطيه؟ شنو الاسلوب الخايس هذا؟ تبسز. التعليق الثاني عندي الاسئله مرتبط متزوج اكثر اكله تحبها اكثر لون تحبه. شنو هاش كم سؤال؟ 18 سؤال وتجاوب على الاسئله كلها بالذات سني وشيعي. وات؟ طبعا يعني الاسئله يعني بيها اقدر اجاوب عليها يعني سهل. يعني شنو حلمك؟ اصلا ممثل يعني عالميا في المستقبل. بس سني وشيعي انتم شو كنتوا تبطلون هاي السوالف؟ لا حرفيا شو كنتوا تبطلون هاي السوالف؟ انتم مجرد اطفال. انا اشوف هذا يطرح هذا السؤال هو مجرد طفل يعني بعيدا عن عمره يمكن يطلع عمره كبير بس هو طفل بالعقل. يعني انت بنسوي هذا السؤال لما تطرح هذا السؤال سني وشيعي ماكو واحد يقول لك اني سني وشيعي. يعني هاتك على سوي طائفيه. السؤال اللي بعده يقول اول شيء مبروك تستاهل كل خير شكرا لك. ثاني شيء هاي افكاري. اولا مواقفك المحرجه. قيمنج لا ما كتبت قيمنج كاتبه قيمنج ما حد شاف. اوكي غلطوا. احس كلش فكره حلوه. 3 تسوي فيلم طويل بتمثيلك. 4 تلتقي برابنزل هاي لازم. التقى رابنزل. اول شيء رابنزل ما هذا الشيء مستحيل يعني ما عندي رابنزل هذه. وقيمنف دا افكر اسوي قيمنف بالمستقبل يعني قيمنف. اوكي اذا عندي يعني التجهيزات حتى اسوي قيمنف. اشياء خلاص وجهي خوش قيمنف. كاسكاب تشلبت شبيك؟ وبس لانها يكون انا اختارت اكثر 3 أو 4 ما ادري كم تعليق صار قريتهم يعني عليهن تفاعل اكثر ويدون اسويه. تمام. فبهذا الفيديو راح انزل تعليق جوا راح اكتب بيه نوع الفيديوهات اللي لازم اسويهم بالفيديو الجاي واشوف اللي وصل اكثر لايكات راح او انزل ستوري واشوف رايكم يعني يلا تريدوا اكثر ستوري على انستغرام او هنا انا اسوي على شكل صوره واريد يعني تفاعلكم بيها. فالمهم انا راح اتبعها يعني ما قلتوا لي اميركم طالع حلو ولا لا. شوفوني حلو انا دائما حلو. لا يا راجل. المهم لان انا يكون الفيديو مالتنا خلص لا تنسى التفاعل وغصب عليك تتفاعل. تمام؟ تبسز فاعل يلا طلعك طلعك يلا وطي التعليق طيت خوش يلا روح شو تنتظر بعد. يلا باي. لا احبكم وانا اسف.